السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يوسف عمرو من برنامج جو تاكتكس. حديثنا هيكون عن اللاعب الفلسطيني يوسف ساليتش. يلا بينا نبدأ. سؤال: ماذا لو تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الفلسطيني يوسف ساليتش؟ خليني أقول لك أديلك يعني إيه شوية إمكانيات طبعا عن اللاعب يوسف ساليتش. اللاعب ده حاليا دلوقتي بيلعب في نادي سيريوس السويدي، وهو نفس النادي السابق الذي لعب له مين؟ وسام ابو علي. طب تمام. طبعا النادي الاهلي بيقرر ان هو عايز يكرر تجربه انه يجيب لاعب فلسطيني بعد طبعا نجاح التجربه الاولى، وهو طبعا وسام ابو علي. وادينا شفنا طبعا وسام ابو علي الراجل مهاجم سفاح قد ايه، والراجل واخد هداف الدوري. فبيقرر النادي الاهلي ان هو عايز يجيب لاعب فلسطيني تاني. تمام. واللاعب اتعرض على كولر، وكولر اقتنع بيه جدا جدا. كان الاول كان معروض عمر فرج اللي راح الزمالك، كولر ما اقتنعش بامكانياته، اتعرض عليه يوسف ساليتش، طبعا اقتنع بامكانياته. تعال نشوف. يوسف ساليتش طبعا لعب طبعا في كذا نادي، لعب في نادي سيرياس السويدي، لعب في نادي بروندبي الدنماركي، لعب في نادي واسلاند بيفرين في الدوري البلجيكي، ولعب في نادي كويا. طب تمام. هقول لك احصائيات يوسف ساليتش مع نادي سيرياس السويدي، سواء السنه اللي فاتت او السنه دي. السنه اللي فاتت لعب 40 مباراه، سجل 11 هدف وصنع هدفين. السنه دي لا، الاحصائيات احسن، لعب 16 مباراه، سجل 11 هدف وصنع 3 اهداف. ده بالنسبه لمين؟ يوسف ساليتش. راح لنادي بروندبي، نادي بروندبي تقريبا ما سجلش معاهم اهداف، ما كانتش احسن حاجه. راح نادي واسلاند بيفرين، برضو يعني التجربه ما كانتش برضو احسن حاجه، لعب 16 مباراه، سجل هدف وصنع هدف. راح لنادي كويا، ودي كانت تقريبا احسن، يعني كانت من احسن برضو تجاربه. نادي كويا الراجل لعب 24 مباراه، سجل 15 هدف وصنع 3 اهداف. اللاعب يوسف ساليتش تمام، لاعب بسم الله ما شاء الله، يعني لياقته البدنيه قويه جدا. ممكن اقول لك كمان، وفي الضغط كمان بيبقى كويس جدا. ممكن اقول لك يعني يشبه في عمليه الضغط تماما ايرلينج هالاند. لا هو فعلا في ستايل الضغط والله العظيم يشبه فعلا في ستايل الضغط ايرلينج هالاند. يعني عندنا بنشوف طبعا ايرلينج هالاند بيضغط. شوف احنا طبعا بنشوف ايرلينج هالاند بيضغط بشراسه ازاي بالظبط. يوسف ساليتش بيضغط برضه حرفيا بشراسه على على دفاع الخصم. بالمناسبه طبعا اللاعب بيلعب رقم 9، وطبعا اللاعب طبعا سريع جدا جدا وشويط جدا جدا، وبيلعب طبعا بقدمه اليمين. تمام. وممكن برضو انك هو مركزه رقم 9، ممكن طبعا تستخدمه في مركز الجناح. تمام. عشان برضو ممكن يعني تستغل سرعاته على الاطراف. اللاعب في السرعات، في التحركات، في لياقته البدنيه بيشبه مين؟ بيشبه ايرلينج هالاند. قيمته التسويقيه 1,080,000 يورو. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه ليوسف ساليتش. 1,080,000 يورو. اللاعب طبعا طوله متر 1.95 سم. تمام. اللاعب كمان عنده 22 سنه، يعني انت كمان تقدر تبني عليه. 22 سنه ده لسه صغير خالص. يعني بل وكمان اللاعب كمان انت لو جبته اولا فلسطيني هيبقى اضافه ليك، يعني كلاعب محلي خلاص، يعني مش هيتحسب اجنبي. بل وكمان ممكن يبقى تحت السن، ما يبقاش فوق السن. انتوا متخيلين؟ يعني ما فيش احسن من كده والله. لاعب هيبقى محلي، بل وكمان لاعب تحت السن. ده بالنسبه للاعب مين؟ يوسف ساليتش. تمام. زي ما قلت لكم ان القيمه التسويقيه كام؟ 1,080,000 يورو. طبعا النادي الاهلي زي ما قلت كان عنده تكتم شديد على صفقه يوسف ساليتش. محمود الخطيب طبعا كان عنده تكتم شديد في الصفقه، طبعا بسبب طبعا وجود طبعا الاجنحه طبعا مستواهم في نازل خالص، موجود حسين الشحات، كهربا طبعا مستواه طبعا في النازل. فانت عندك في هجوم الاهلي اللي مستواه مستقر حاليا هم حسين الشحات ووسام ابو علي. تمام. فطبعا كولر الراجل طلب ضم مهاجم تاني، وانا شايف ان ده فعلا يعني فكره كويسه جدا. يعني لازمه من النادي الاهلي، مش لازم يكون، لا يعني مش لازم تجيب لاعب اجنبي، لاعب تونسي مغربي افريقي، مش لازم لاعب افريقي وتفضي مكان الاجانب وتمشي حد من الاجانب وتجيب، مش شرط. ليه؟ طب ما انا عندي لاعب ممكن ادور على اللعيبه الفلسطينيين، ادور على اللعيبه السوريين، ادور على اللعيبه العراقيين. اللعيبه دي والله العظيم ما تقلش عن اللعيبه الافارقه، بل وكمان يمكن احسن منهم. ده في لعيبه برضه فلسطينيين جامدين جدا. يعني انتوا عارفين
انا في لاعب اسمه عضي الدباغ اللي بيلعب في فلسطين، منتخب فلسطين المهاجم الاول ده، كان نفسي يجي. يعني في لعيبه كمان فلسطينيين تاني يعني برضو عايز اعمل لكم حلقه عنهم، برضو عايز اكلمكم عنهم. تمام. فاتمنى طبعا من النادي الاهلي ان هو ايه يتعاقد طبعا مع المهاجم ده، لانه مهاجم طبعا كويس جدا وستايله طبعا كويس جدا. تمام. هو اصلا ماشي يعني نفس تجربه اسامه ابو علي برضو زي ما قلت لكم يعني. بس كده. طبعا النادي الاهلي زي ما قلت لكم اتكلم مع النادي، بس طبعا نادي سيريس السويدي طبعا ما كانش موافق، بيتكلم عمال زي ما تقولي بيطفش النادي الاهلي طبعا باي شكل، لان هو ما كانش عايز. ان نادي سيريس السويدي كان طالب 2 مليون يورو حسب التقارير والاخبار اللي انا سمعتها، ان هو كان طالب 2 مليون يورو اللي بيع اللاعب. تمام. هو ما 2 مليون يورو كتير، بس انا شايفه مش كتير على اللاعب الصراحه، بالاداء اللي احنا الصراحه بنشوفه منه ده. اللاعب كويس جدا، ستايل كويس جدا. ان انت طبيعي عايز تجيب مهاجم سوبر بالامكانيات دي يا باشا، ما تدفع فيه 2 مليون يورو وش يعني تدفع فيه المبلغ ده. اي مهاجم يا باشا عايز تجيب مهاجم سوبر يا باشا، لا المهاجمين دلوقتي اسعار غليت يا باشا، في المهاجمين لازم تدفع، مفيش حاجه غير كده. تمام. لاعب زي ده اتمنى. وفي كلام برضو بيقولوا والله اعلم يعني، تمام، بس انا مش مصدقه يعني، بس والله اعلم ادينا هنشوفه يعني، عشان انتوا عارفين النادي الاهلي بيحب يكتم. ان وكيله قال ان هو عايز يركز مع نادي وعايز يقعد في اوروبا، بس انا بيني وبينكم بكدب الخبر يعني، بكدبه يعني، ما اظنش ان وكيله طلع قال كده يعني، ما فيش حد نزل الكلام ده يعني وقال كده، بس انا سمعت طراطيش كلام يعني ان وكيله ان هو للاعب عايز يقعد في اوروبا وعايز يقعد مع نادي سيريس السويدي ومركز مركز معاهم. فاتمنى طبعا النادي الاهلي ان هو يتم التعاقد معاه في اسرع وقت. اتمنى ان النادي يتم التعاقد معاه قبل مباراتك مع نادي الاهلي ان هو كاس الانتر كونتيننتال. انت محتاج مهاجم زي ده، هو رقم 9. طب يا عم شوف احنا محتاجين جناح، ما انت ممكن تستخدمه طبعا في مركز في مركز الجناح. بس كده طبعا، ودي كانت نهايه حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفك ان شاء الله الحلقه الجايه.